السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلموا على المكنة اللي انا شغال بيها. ناس كتير قالت لي على المكنة شغال بايه، نظام الخياطة ايه، احتياجات الخياطة ايه ذات نفسها كتنجيد. طبعا شغل في البيت اللي هو فيه مكن بيتي غير المكن الصناعي بتاعنا احنا. ده فيه تفاصيل وده فيه تفاصيل، الاتنين ملهمش دعوة ببعض، حتى قطع الغيار ملهاش دعوة بالتانية. اول حاجة نولع النور كده. زي ما انتم شايفين كده المكنة ديت فيها ميزة جميلة جدا اللي هي 12 عيار. 12 عيار دي زي ما انتم شايفين كده 12 عيار. ايه فايدة ال 12 عيار دي؟ ال 12 عيار دي اللي هي 12 ملي. 12 ملي يعني سنتي. نشغلوا المكنة كده. طبعا في بداية الشغل كمكنة اول ما بتشتغل ما نشتغلش على طول عشان ما نحرقش الموتور، لازم نستنوا عليها بعض لحظات كده بحيث اللي هي تاخد السخونية بتاعة الشغل بالنسبة للموتور عشان ما يبص، لان الحاجات ديت بتبوظ الموتور. ماشي، هنيجي هنا اهوت هنجيبه مثلا قماشة زي دي. طبعا هيجي في التعليق انت القماشة دي اسمها ايه، اسمها جاكوار زي ما انتم شايفين كده. وهنخيط كمثال مثلا اوريكم بس ايه الشغل بتاعها. ديت على 6 يعني معناها 6 ملي. ايه هي 6 ملي؟ 6 ملي اللي هي الغرزة زي دي، ما بين الغرزة والغرزة 6 ملي. ده معنى العيار اللي هو ده. افتح العيار واحدة هنا على حسب المكن اللي عند كل واحد. انا بالنسبة لي المكنة ديت لازم اعمل بيها الدواز ده كده ماشي، والفرماتونة دي انزل بيها، والبتاع بتاعت العيار اتك عليها كده عشان تعدي لي العيار والف. ماشي كده انا لفيت على 8 عيار يعني 8 ملي. ماشي، واخيط عمل لي ايه 8 ملي. هنخش تاني نعمل نفس النظام ونخليها على 12 ملي اقصى حاجة اهي. التكة دي اخر حاجة هنشتغل. بص البتاع بتجري ازاي. ماشي، طبعا انا مش مجهزها لان الحاجات ديت اعمل بيها فتلة الجنس. شايفين دي اسمها ايه، فتلة جنس. تبقى فتلة محملة ما بتتقطعش حتى بالايد. طبعا في منها الوان بس ده اغلبية شغلي بيه بيبقى اشيك في الشغل. طبعا بيشتغل بيها الغرزة تعمل سنتي، فمع الشغل اللي هو فتلة الجنس بتبان اكتر. طبعا انا مش هعملها دلوقتي لان هتاخد وقت قبل لما الضمها، فهتبان في الشغل اكتر من الخياطة العادية. طبعا انا الخيط بتاعي ذات نفسه، انا كل ده بكلمكم على المكنة عامة. الخيط بتاعي ذات نفسه مش اي خيط بجيبه كمان، يعني بفضل الله كشغل سفنج اي حاجة بجيبه حاجة محترمة. حتى في الخيط بجيب حاجة محترمة عشان تعيش عند الزبون ما تتقطعش من اول لمسة. طبعا كل اللي بره بيجيب خيط صيني، انا ما بجيبش الخيط الصيني ده زي ما انتم شايفين كده. وفي خيط تاني انا بجيبه برضو في بعض شغل عامل زي الحرير او هو حرير، حاجة يعني ممكن تقطع الايد، حاجة محترمة. بس طبعا الحاجات ديت غالية، بس انا ما بستخسرش في شغل حاجة لان بيجيلي شغل بفضل الله
مش عملاء عادية، لا عملاء حاجة ناس كويسة، واغلبية شغل ناس مهندسين والكلام دوت. طبعا الحاجة ديت بتديني شغل اكتر عند الناس ديت وميزة اكتر في حتة الشغل ده. معلش هو الفيديو هيطول بس عشان خاطر الم لكم الخلاصة بتاعت المكنة وشغلي فيها ايه. فطبعا المكنة دي بفضل الله فيها ال 12 عيار، مكوكها كبير بمعنى اللي هي بتعمل جلد، دي من ضمن الشغل. يعني لو في جلد هنا كنت وريتكم، دي بيشتغل جلد. طبعا انا جايبها عشان خاطر 12 عيار تعمل الغرز الكبيرة دي، لان الشغل الجلد لو اتعمل غرز ضيقة هتقطع الجلد، فعشان كده تلاقي اللي بيشتغل بالجلد تلاقيه لازم يوسع العيار عشان ما يقطعش الجلد بسبب الابرة، لان الابرة بتبقى تخينة. فديت زي ما انتم شايفين كده هي سريعة، يا دوبك تكة لمسة بس كده بتجري. فهي الفتلة بتاعتها هي زي ما انتم شايفين حاجة محترمة. ديت بالنسبة للعيارات بتاعتها، غير اي مكنة التانية الجوكي والمكن ده كله كبيره 5 عيار. طبعا في حاجات يعني اما بتوصل بتبقى كام؟ بتبقى 8، وفي النادر قوي 9. في عيار 12 فعلا موجود في السوق، لكن دي بتبقى غالية جدا حاجة وبعدين ما بتشتغلش سنجل، يعني ما بتشتغلش اللي هو القماش العادي، دي مشكلتها. يبقى انا عايز لي مكانتين. انا كان عندي مكانتين، مكنه اشتغل بيها على الجلد ومكنه اشتغل بيها على السنجل اللي هو الخياطه العاديه، الشيلت وبتاع وكوشانات والكلام ده، ومكنه تانية اشتغل بيها على الجلد والعيار الكبير وبتاع والكلام ده. فطبعا شغلانه، اما انا اقعد انقل كل شويه هنا وهنا فشغلانه. فاما اتجمعت المواصفات ديت في مكنه زي ديت فده كده ايه حاجه محترمه. طبعا الماركه بتاعتها مش ماركه تعتبر عالميه، لا هي تعتبر معروفه، لكن مش الماركه العالميه اللي هي ايه الحاجه المعروفه زي الجوكي والحاجات الياباني والحاجات الالماني والحاجات اللي زي دي. طبعا فيها الفرماتون بتاعت الجلد التانية ما كانش فيها فرماتون. كوكها زي ما احنا قلنا مكوك كبير، فبياخد عبوة كبيرة عشان خاطر بتبقى فيه فتلات زي دي كده تبقى تخينة قوي، فلازم ديت تبقى فيه تاخد كمية كبيرة. وطبعا ديت اسمها يونيك. انا يوم ما جبتها سعرها عشان ما حدش تعليقات يقول سعرها انت ما قلت سعرها كان اياميها عامل تقريبا 10,000، فما اعرفش دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دوت عامل كام. ده المواصفات بتاعتها مكنه محترمه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصه كده، شايفين الدواز بتاعها، السنون بتاعتها مجهزه اللي هي تشد عفريت مش تشد قماش. السنون بتاعتها حاجه جامده، مجهزه اللي هي تسحب جلد، تسحب اي حاجه. ديت ميزات جميله، يعني تشتغل بيها جلد، تشتغل بيها قماش، اي تخانات قماش، ممكن تخيط لك خشب لو عايز ابلكاش يعني يتخيط. الابره بتاعتها ابره محمله، ابره فرنساوي. فديت كانت الريفيو بتاع المكنه بتاعتي اللي هي 2 في 1 جلد وسنجر. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.